السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا. كيف الحال؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع حديث جديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد. الشرح: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن طائفة من المؤمنين أن لهم يوم القيامة منابر وأماكن مرتفعة يجلسون عليها إكراما من الله لهم، وذلك لأجل أنهم تحابوا في سبيل الله إجلالا له سبحانه، وتحابوا فيما بينهم لما اجتمعوا عليه من الإيمان، حتى يتمنى الأنبياء عليهم السلام أن يكونوا بمنزلتهم. لكن لا يلزم من ذلك أنهم أحسن أو أفضل من الأنبياء عليهم السلام، فالفضل الخاص لا يقضي الفضل العام. معاني الكلمات: المتحابون في جلالي، أي لأجل إجلالي وتعظيمي. منابر جمع منبر من النبر وهو العلو، فيكون بمعنى المكان المرتفع. يغبطهم وهي تمني الحصول على نعمة رآها وأن لا تتحول عن صاحبها. فوائد الحديث بعجالة: أولا، إثبات صفة الكلام لله تعالى. ثانيا، للمتحابين في جلال الله منزلة عظيمة ومقاما كريم عند رب العالمين. ثالثا، جواز الغبطة في الخير، ولا يعد ذلك من الحسد المذموم. رابعا، قد تكون في المفضول صفة يتمناها الفاضل. هذه مهمة جدا. قد يكون أو تكون في المفضول صفة يتمناها الفاضل. خامسا، لا يلزم من غبطة الأنبياء للمتحابين في الله أن يكونوا خيرا من الأنبياء، فإن أفضل الخلق الأنبياء. سؤال، وإن شاء الله تكون فيه هدية إن شاء الله تعالى: ما هي صفات المتحابين في الله تعالى؟ ما هي صفات المتحابين في الله تعالى؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا لإعلاء كلمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.